إرهابية صباح عثمان شغلتها المجموعات الإرهابية المسلحة في دوما محققة مع النساء البريئات اللواتي كانوا يخطفونهن تضربهن وتشتمهن ثم يقتلهن الإرهابيون الذين اكتشفت أنهم يتعاطون المخدرات ويفعلون الموبقات وكله تحت رداء الإسلام. اسمي صباح عثمان من دوما، عمري 22 سنة. كنت اشتغل محققة مع لواء الإسلام تابع للجيش الحر. كنت يعني أنا صغيرة تزوجت عمري 14 سنة وطلقت بال17، وتعرفت على شخص اسمه علاء محفوظ، هو من حرستا، وكان يعرف كل المجموعات اللي عندنا بدوما كونهم كانوا كلهم يشتغلوا سوا. عرفني على لواء الإسلام وانضحك علي كوني صغيرة يعني، واخذني هو بالعاطفه انه بالعاطفه وانه بخطبك، وعرفني على شخصين، اسمه واحد صالح عنتر وواحد الحاج علي. طبعا هدول تابعين للواء الاسلام، وهن عرفوني على قائد لواء الاسلام زهران علوش، وهو اللي شغلني محققه وبتفتيش البنات، اشتغلت معهم يعني فترة منيحة. كانوا يجيبوا البنات اللي ما تحكي، طبعا اللي يعطوني كفوف يعني تاكل ضرب مني انا، وفي معي يعني بنت تانية كانت تاكل ضرب منا، يعني حتى انه تحكي كل شيء عندها حتى ما تعذبنا. يعني كان نحن نمشي بطريق وهن بطريق، انه خلصت مهمتنا نحن. ف شيء ذبح، يعني البنات اللي حققت معهم اغلبهم انه انذبحوا ذبح، وشيء انذبح ونزت بمكان يعني عند المصلخ بدوما، عند مكان يعني في كثير كلاب. فاول وحده سميره عساف، ام ل4 اولاد، انقتلت بطريقه بشعه ذبح، ونزتت عند مصلخ. فالكلاب اكلوها، وهذا الشيء كان مثبت ومصور. يعني دنيا عمر كمان انقتلت، قوست براسها ونزتت عند الصرف الصحي بمنطقة الشيفونية. طبعا هاي المكان اللي زتوها فيه يعني ما حدا بمر، يعني زتوها قصدا هنيك. والثالثة فادية ظاهر، هي ما من دوما، يعني هي اصلا من الدير، انهدت، انجابت، تحقق معها وانهدت لقائد لواء الاسلام. يعني انهدت هديه يعني له من الشباب، يعني مشان يحسنوا وضعهم معه. يعني الطبيب الشرعي وقت اللي فحصها بالمشفى قال انه هي متعرضه للاغتصاب وللكهرباء. بتمنى انه كل البنات اذا فيها انه تبعد عنهم، لانه يعني طريق ما منه رجعه، ما له نهايه. يعني بجوز هن يعني مثل ما قتلوا هذول البنات يقتلوهم، يعني يخلصوا منهم شغل ويقتلوهم مشان ما ينحكى شو صار قدامهم. يعني الجماعات اللي كنت اتعامل معهم طبعا كانوا قدام الناس انه نحن على الحق ونحن اصحابين دين واصحابين حق. فمن ابو علي خبيه لمحمود الشعراوي لصالح عنتر للحاج علي للواء الاسلام بكامله، كانوا على اساس انه هن اصحاب حق والله الله. يعني فوقت اللي انا فت على المجموعات شفت كثير شغلات، يعني شفت تعاطي للشباب، انه الشباب كلها بتتعاطى، يعني بتشم وحشيش وكل شيء. يعني وشفت انه احيانا بيجيبوا بنات يعني ما لها ذنب وما لها علاقه هيك، يعني مثل ما بيقول انه استغلال، يعني عم يستغلوها. فانا ما شفت هذا الشيء اللي كانوا هن عم يطلعوا فيه ويحكوا فيه بالشارع ولا يطلعوا يصرحوا فيه انه نحن اصحاب حق. ما شفت هذا الشيء، شفت انه يعني كله مخبى تحت شيء اسمه دين، يعني دين الاسلام، انه نحن لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني شفت كل هذا الشيء ما منه جواتهم، ما في شيء من هذا الشيء، كله كفر.